هذا الفيديو لا يمكن أن تشاهده إلا عبر قناة واحدة على يوتيوب. إنها قناة نجوم العرب. تجمع إعلاميات محطة الشروق الفضائية الخاصة الجزائرية في ليلة جميلة وخاصة واستثنائية، ليلة من ليالي العمر. إنها ليلة الحنة الخاصة بزميلتهن الإعلامية الجزائرية فائقة الجمال والشهرة والرقي سمية سماش. وكان مشهدا جميلا ورائعا يجمع كل هذه الأسماء الإعلامية اللامعة جدا في محطة الشروق الفضائية من أجل الاحتفال سويا بليلة الحنة لسمية سماش، ومن أجل أن يشعروها أنها ليست بمفردها، وأنها لن تكون أبدا بمفردها في تلك الليلة الغالية والعزيزة على قلبها طالما أنهن بجوارها. وكان في مقدمة الإعلاميات التي حرصن على الاحتفال بليلة الحنة الخاصة بسمية سماش كانت الإعلامية الجزائرية الشابة نيفين هيرميت، وصديقة عمرها الإعلامية الشابة الجزائرية إكرام كفيف. وبالطبع فإذا ذكرت إعلاميات الشروق فلا بد ذكر كل من الشيف الجزائرية الحسناء مريم بن عمود، والشيف الجزائرية المتألقة نادية بومخيلة. كل هؤلاء اجتمعنا في مكان واحد من أجل إيصال رسالة حب ودعم كبيرة لزميلتهن الإعلامية الحسناء الإعلامية سمية سماش، والتي كان يغمرها الفرح الكبير والسعادة بتواجد كل تلك الأسماء الإعلامية اللامعة من أجل الاحتفال بها ومن أجل الوقوف إلى جوارها ومساعدتها في تلك الليلة الجميلة. وقد حرصت كل من نيفين هيرمت وإكرام كفيف على نشر بعض من الفيديوهات التي ظهرت فيها إعلاميات محطة الشروق الفضائية الجزائرية الخاصة في وصلة رقص وغناء جميلة ورائعة، احتفالا وابتهاجا وتعبيرا واضحا وصريحا منهن عن حبهن الكبير لسمية سماش، وعن اعترافهن بمكانتها الإعلامية المرموقة والرفيعة داخل أروقة محطة الشروق الجزائرية. ليلة لم تكن ككل الليالي التي تجمع فيها نجمات الإعلام الجزائري حول قمرهن المتلألئ الإعلامية سمية سماش في ليلة حنتها، والتي وصفتها شريحة كبيرة من الجمهور بأنها كانت ليلة جميلة ورائعة واستثنائية، وخرجت إلى الجمهور والمتابعين بطريقة أثارت انتباههم. ولما لا، فهي ليلة الحنة الخاصة بإعلامية جزائرية استطاعت أن تثبت لنفسها وللجميع طيلة سنوات احترافها للمجال الإعلامي أنها حقا إعلامية من الطراز الرفيع، وأن مستواها الإعلامي في تطور كبير، وأنها تتميز بالتفوق ويصعب على غيرها الوصول إليها، وأنها تستحق في تلك الليلة الجميلة والرائعة أن يكون الجميع إلى جوارها.